عايزة أرجع للبدايات شوية، والتنقل ما بين مصر وألمانيا والعيشة هناك والعيشة هنا فترة وهناك فترة. ده أثر على شخصية عايدة الأيوبي إزاي؟ من أول بداية من تكوين بقى العادات والتقاليد والثقافة وكل حاجة أكيد عملت يعني. في حاجة أكيد بين إن بني آدم يبقى عايش في بلد واحدة بحياة واحدة وروتين واحد، غير لما بيبقى بيتنقل بين بلدين مختلفتين في الثقافة والعادات والتقاليد. هو طبعا انا عايزه اقول لك حاجه، انا معظم وقتي كنت في مصر، بس كنت بروح الصيف كتير جدا المانيا، لغايه من كام سنه طلعت مع بنتي المانيا وهي بتدرس وابني كان مهم. سبق. فانا بقالي فتره عايشه في المانيا، بس هي الفكره ان طبعا انا جوايا مصريه، يعني مم. عارفه اللي هو ايه، اتربيت هنا طبعا. على القيم والمبادئ المصريه. مم. فبالنسبه لي هتروحي اي مكان فانت مصريه. صح. كون ان انا واخده شويه طباع من الالمان في حاجات معينه، دي طبعا مش هقدر اقول لك لا. الاهم حاجه انك انت بتتعلمي ازاي توفقي الاتنين مع بعض، ما مم. يحصلش جواكي كلاش، يعني عارفه اللي هو ايه، لا انا مصريه في الحاجات صح. دي، وفي حاجات معينه انا المانيه فيها، بس في المبادئ والقيم الروحانيه بتاعتي بالذات هتلاقيني مصرية صميم. صرف. أيوة. اه ورحت هنا، رحت في اي حته انا بشخصيتي مصريه يعني. صح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.